فهد مسلم سبيعي انا اتحملها، انا انسان مو جايك في اكونت وهمي، انا اتحملها. انت ما عليك زود، انت صار لك اسبوع يا استاذ عبد الله مدافع شرس عن هالقضيه، وحقك ما يمنع حقك. لا عفوا انت لا اوكي، انت تفتح مساحات وتستضيفهم وتسمع لهم سواء مدافع او غير مدافع. لا الاخ عفوا انا والله يا عبد الله والله يا عبد الله اسمعني عبد الله بريتش، اسمعني والله اني احبك، اقسم بالله اني احبك واحب توجهك واحب توجهك. مدافع انا ما دافعت عن احد، انا ما ابديت وجهه انا نظر. اسف اسحبها انا اسف. تفتح مساحات وتستضيفهم، استضيف الكل. هذه النتيجه. شخص هارب عن الكويت، طفل عمره 20 سنه الله يعينه امه وهذا ابتلاء. الشخص الثاني يفتح لي بث يستضيف لي ناس يقول غير الجنسيه ما نريد مش عارف ايش وسيفيه قدر وسخ نتن. انا شخصيا لما يجي واحد يا استاذ عبد الله يطق باب بيتي ودش بيتي ويدخل بيتي ويقول لي بدش غصب عنك، يقول لا اسمح لي ما تدش، هذا بيتي يعني. اذا انا ما دافعت عنه من يدافع عنه؟ ف دخولك مساحه انوار حياتي ممكن تكون، وانا متاكد انه من صفات نيه انك تبي تجمع الاستاذ محمد جواهر مع الدكتور انوار حياتي وشوف على قولتهم مناظره. انا متفهم وجهه نظر الاستاذ عبد الله، لكن انا اعتب عليك في نقطه واحده والله، هذا عتبي انا بس، وبعد راح اسكر ماكس هلمه حق الاستاذ فهد اللي بعدي. هذا عتبي ان انت يا استاذ عبد الله قاعد تدخل مع ناس اقسم بالله العظيم سلام ما اسلم عليهم يا اخي. ليش؟ سلام والله ما اسلم يعني شخص. انا اقول لك ليش انا اسف عبد الله، ترى بصراحه جدا اسف، بس كلام اخونا فهد في كبر حشا لا والله حشا لا اسمع بس اكمل. شوف انا رجل كويتي ساكن بالروضه زين ومدافع شرس. اذا استاذ عبد الله قال لك انا مدافع شرس عن اخواننا رايك زين، واعتبرهم اخواننا وشركائنا بالبلد. شركائك انت مو شركائي. لا شركائنا رضيت ولا ما شركائك انت كيف تتكلم عن نفسك؟ اما لما اوصف الناس ان نتنه هذا استنقاص طبيعي اوصف الناس ان ما سلم يا استاذ انت منو عشان ما تسلم يا استاذ اخوي عبد الله اتمنى اداره الحوار وفق المتكلم والمتلقي بالدور. يا شباب اللي قاعد يصير هذا غلط، والله اللي قاعد يصير هذا غلط. انا اعطي كل واحد حقه في التعبير عن رايه، لكن بدون اساءه لاي طرف. ما راح اسمح لاي اساءه، مع احترامي لك يا اخ فهد، تؤمن في راي، لا لكن لا ما اسمح لا لك ولا لاي شخص انه يسيء. عبر عن رايك بكل اريحيه، انا معاك، بس رجاء بدون اساءات وبدون فوضى. تفضل فهد كمل، ولك حق انك ترد على رايك. تفضل اخ فهد. في فهد اثنين، في فهد المسلم. انا عفوا استاذ عبد الله، والله بقول لك شغله، الكبر والله ما تربيت على الكبر. لما يقول الاخ انا ساكن كويت ساكن بالروضه ونعم فيك، والله لا من عادات ولا من تقاليد، بس انا قاعد اتكلم عن العينات الموجوده. زين لما اقعد مع شخص من الناس قاعد في لده قاعد يشتم الكويت يا اخي، لازم يكون لك موقف. لو تغريده مرزوق الغانم مرزوق الغانم. عفوا خلني يا جماعه خليني اكمل كلامي. لا عفوا انا ما قاطعتك عفوا. واحد يغلط بلندن اظلم 200,000. شنو هالشماعه هذه؟ ما يصير اللي قاعد يصير يا ربع، والله ما يصير. يعني نسكر المساحه ولا شنو؟ ولا تبون نخربها؟ رجاء الكل يلتزم في دوره. اخ فهد لو سمحت بدون ذكر اسماء، انا ماني من المساحات الثانيه يقذفون ويحشون ويلعنون خير الناس في ظهورهم. انا حتى وان كنت اختلف معاه وضده
ما اسمح اني اتكلم او اسمح لاي احد انه يتكلم في ظهره، دام ان الشخص مو موجود معنا في المساحه حتى وان كان سيء ما نجيب طاريه. تفضل. اول شيء مشكور استاذ عبد الله، انا ما قاطعت الاخ اللي قاطعني، فرجاء لا حد يقاطعني في شيء يا جماعه، خلوني اخلص كلامي وردوا علي بس ما اختم فهد عندي جزئيه مهمه. حاضر يسمي حاضر. فلما تقول لي هذا الشخص شماعه ما شماعه، هذا الشخص قاعد يستضيف دش مساحته وشوف. فانا ما مستحيل هذا الشخص ما اسلم عليه، حتى اللي قاعد معاه بمساحه مستحيل اسلم عليه. يا جماعه ديرتك بلدنا يعني، اذا ما دافع عنها بتغريده ولا بصوت ولا بشيء دافع عنها يعني. ومشكورين جزاكم الله خير. مشكور استاذ عبد الله، ما قصرت يا حبيبي، مشكور.